شركة انفينكس أعلنت عن الموبايل الجديد انفينكس نوت 12 لسنة 2023 اللي جاي بسعر منافس قصاد إمكانيات تخليك تفكر تشتريه. يلا نعرف كل مواصفاته مع بعض. تصميم الجهاز جاي بشكل جديد، بنلاقي في خلف الجهاز كده دايرة فيها 3 كاميرات، والمرة دي الدايرة على الشمال مش في منتصف الجهاز، والجهاز من البلاستيك في الفريم وفي الظهر. وهيكون الجهاز جايب 3 ألوان وهما الرمادي والأبيض والأزرق. من المميزات اللي بتعجبني في انفينكس ان سلسلة النوت بتكون شاشتها كبيرة، وفي انفينكس نوت 12 لسنة 2023 هتكون بحجم 6.7 بوصة، وكمان من نوع أموليد بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل للبوصة. والجهاز مدعوم بأندرويد 12، ومن أقوى مميزاته إن المعالج هيكون بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهو ميديا تيك هيليو جي 99 المعروف بأدائه في الألعاب، مع معالج رسومي مالي جي 57. ونسخة انفينكس نوت 12 لسنة 23 هتكون بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الكاميرات الثلاثية اللي في الخلف هتكون عندك الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بتدعم ال HDR، بتقدر تصور فيديوهات بدقة 1440 مع 30 فريم في الثانية. الكاميرا التانية هي ألترا وايد، والتالتة بتبقى للذكاء الاصطناعي. كان المفروض يبدلوها بكاميرا عزل، من وجهة نظري بتكون عملية أكتر. والكاميرا السيلفي هنا دقتها محترمة جدا 16 ميجا بكسل، والفلاش أمامي فلاش مزدوج، والفلاش الخلفي رباعي. بيدعم المواصفات دي كلها بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، مع شاحن سريع بقدرة 33 واط. وفي مميزات إضافية كتيرة في الموبايل ده، وهي إن مثلا السماعات من النوع الاستيريو، وإن البصمة مدمجة على زرار الباور، وإنه بيدعم ال NFC وراديو FM، ومدخل السماعات 3.5 ملي كمان موجود. ونتكلم بقى عن التسعير. سعر انفينكس نوت 12 لسنة 23 بالدولار الأمريكي هيكون حوالي 220 دولار، يعني ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا. عايز أعرف رأيك، يستاهل التسعير ده ولا لأ قصاد مواصفاته؟ وخد بالك أنا حاسب السعر بعد زيادة الدولار في مصر. لو حابب بقى تتابع آخر أخبار الموبايلات، اتأكد إنك ضغطت على زرار الاشتراك في القناة، وما تنساش تدعمني بلايك، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.